حيث عقد المحافظ اللواء أحمد عبد الله اجتماعا مساء أمس مع أهالي جنوب بورسعيد لبحث مشكلات انقطاع الكهرباء والمياه وتمليك أراضي واضعي يد. وكان أهالي بحر البقر قد قطعوا الطريق واعتصموا للمطالبة بحل مشكلة المياه والكهرباء. من جهة أخرى، وافق مجلس إدارة المنطقة الصناعية على البروتوكول المقترح لإقامة المرحلة الأولى من مجمع الصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد بالمشاركة بين البنك الأهلي والصندوق الاجتماعي للتنمية والمحافظة. ومن بورسعيد معي الصحفي أحمد الجمال. أحمد، هل لك أن تطلعني على تفاصيل حل مشكلة بحر البقر؟ نعم، بالامس عقد اللواء احمد عبد الله محافظ بورسعيد اجتماعا مع اهالي جنوب بورسعيد لبحث المشكلات التي تواجههم، التي تركزت معظمها على الكهرباء ومياه الشرب وتمليك اراضي واضعي يد. اكد المحافظ ايضا بانه اجرى اتصالات سريعه بوزاره الزراعه لتدبير مبلغ 42 مليون جنيه لاعمال الكهرباء بالمنطقه، وانه تم وضع 5 مدارس في الخطه القادمه بجنوب بورسعيد. وطلب الاهالي ايضا بضروره تمليك الاراضي بقيمتها قبل الاستصلاح مع حسن القيمه الايجاريه، وكذلك عمل محطه صرف تتناسب مع مساحه الاراضي الزراعيه في جنوب بورسعيد. كما بحث مشاكل اراضي شباب الخريجين في قريه الفتح الذين تم التعدي عليهم عن طريق مجموعه من المجهولين بشكل متكرر ويهددونهم بحرق اراضيهم الزراعيه او تركها. واصدر تعليمات ان السكرتير العام بالتنسيق مع مدير الامن ومأمور قسم شرطه في جنوب لحمايه الشباب من المعتدين عليهم واتخاذ الاجراءات القانونيه ضدهم. ويذكر ان اهالي الجنوب وخاصه بحر البقر قريه بحر البقر قد قطعوا الطريق لمده 3 ايام خلال اسبوع واحد بسبب هذه المشكلات. نعم أحمد، أنتقل معك إلى بروتوكول إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة، يعني ما أهمية هذا المجمع؟ نعم سوزان، بالامس وافق مجلس اداره المنطقه الصناعيه ببورسعيد على البروتوكول المقترح لاقامه المرحله الاولى من مجمع الصناعات الصغيره بالمنطقه الصناعيه جنوب بورسعيد بالمشاركه بين البنك الاهلي والصندوق الاجتماعي للتنميه والمحافظه، والذي يضم 40 مشروعا يعتمد على الصناعات المغذيه والتكميليه للصناعات الكبيره الموجوده حاليا، وذلك على ان يتم تقديم كافه التسهيلات للشباب لتمويل المشروعات من خلال تقديم قروض ميسره دون فوائد مركبه واعطائهم فتره سماح لمده 3 اشهر منذ بدء التشغيل. وقال اللواء احمد عبد الله وهو ايضا رئيس مجلس اداره المنطقه الصناعيه ان البنك الاهلي سيقوم بعمل دراسات لكافه دراسات الجدوى التي سيقدمها الشباب واختيار الافضل، ثم التعاقد معهم لتمويلها وشراء معدات تحت اشراف المحافظه، وذلك بعد الاعلان على البوابه الالكترونيه الخاصه بالمحافظه عن الصناعات التكميليه المطلوبه. نعم، شكرا جزيلا لك. انا معي الصحفي احمد الجمال من بورسعيد.